أصعب حاجة في الدنيا إنك تحب حد وما يبادلكش نفس الحب. تحاول ترضيه بأي طريقة وهو مش قابلك، مش لحاجة انت عملتها فيه، لأ، لكن لأنك بتفكره بإنسان هو مش حبه، إنسان مش طايقه، يعني حاجة انت مالكش ذنب فيها. حكاية النهاردة حكاية غريبة بجد. شاب حب زميلته، راح لأبوه وأمه وهو فرحان عايز يتجوزها. أمه اعترضت وقالت له بنت خالتك أولى. رفض، جري يشتكي لأبوه. أبوه قال له أنا مع أمك، بنت خالتك يتيمة، أمها تعبت في تربيتها هي وأخواتها، أنت أولى يا ابني تحافظ على لحمك. البنت مؤدبة ومحترمة ومتعلمة وجميلة، مش ناقصها حاجة، وفوق ده كله بتتمنى التراب اللي انت بتمشي عليه. يا تتجوز بنت خالتك يا مالكش جواز عندي ومالكش شقق عندي. الواد حاول معاهم معرفش، اتجوز بنت خالته، اتجوز وهو مغصوب على الجوازة دي. بنت خالته كانت فرحانة بيه قوي، كانت بتقول له انا عارفة انت اتغصبت على جوازتي، بس انا بعشق التراب اللي انت بتمشي عليه، انا بحبك قوي من واحنا اطفال، ما حبيتش ولا احب حد غيرك. وهو كان في باله زميلته بس، مش طايق يبص في خلقة بنت خالته. عاشت معاه 10 سنين، حاولت في ال10 سنين ترضيه بأي طريقة وهو ملوي في وشها، ودايما محسسها ان هي السبب ان هو ما اتجوزش حب عمره. حب عمره اتجوز وشاف حياته، وطبعا ده شاف حياته وربنا رزقه ببنت. كانت بنت زي القمر زي مامتها، جميلة، ورغم ذلك ما كانش قابل البنت زي ما هو مش قابل امها. كل ما تقول له بنتك يقول لها شكلك انا مش طايقها. المهم جت تعبت تعب جامد، راحت للدكاترة، عملت اشاعات، طلع والعياذ بالله ربنا يعافيكم ويعافينا ويعافيني معاكم، عندها الكانسر وبمراحله الأخيرة. خلال شهرين كان ربنا استرد أمانته، وهي على فراش الموت كانت بتوصيه على البنت، خلي بالك من بنتنا، أنا عارفة إنك أنت ما حبتنيش، بس حبها لله، حبها علشان يتيمة، مش هقولك علشان خاطر إنها بنتي، لكن أحبها لله. وديني أنا ماشية، بنتك بقت يتيمة. مسك ايديها وقتها وقال لها هحطها جوه عينيا، ما تخافيش. وعدى ال40 وهو في الشغل لقى زميله، ايه يا صاحبي مش ناوي تخرج من دايرة الحزن دي؟ قال له ربنا يرحمها. قال له بنتك فين؟ قال له مع امي، وانا كمان عايش عند امي وابويا عشان يخلوا بالهم من البنت، ما انت عارف البنت محتاجة اللي يراعيها، ده طفلة عندها 7 سنين. قال له انت عرفت اخر الانباء؟ قال له خير. قال له حب عمرك يا عم اتطلقت ومعاها بنت. قال له بتتكلم جد؟ قال له ايوه. بدأ الامل يرجع ليه من اول وجديد، وتواصل مع حب عمره، وفي اقل من شهر كان اتجوزها. امه قالت له يا ابني ما تستعجلش، ده مراتك لسه ميتة، ده لسه ال40. قال لها بلا 40 بلا 50.
انا حققت لك وصيتك انت وابويا ونفذت كلامكم، سيبوا قلبي يختار. قالت له خلاص بنتك هتفضل معايا انا وابوك. قال لها لا، بنتي انا اللي هربيها، دي وصية امها ليا. خد البنت. مراته في الاول قالت له هعملها زيها زي بنتي، ما تقلقش. لكن اللي حصل غير كده، عملتها بسوء، اهانة وزعيق، وعملتها زي الخدامة. والبنت كل ما تشتكي لابوها يزقها ويقول لها غوري من وشي، انت بتفكريني بامك. انا ما كنتش طايقها. جت مراته حملت، بقى سعيد قوي، عنده امل يخلف ولد، ربنا رزقه ببنت. مراته بتقول له زعلان؟ قال لها ابدا، انا فرحان، اي حاجه اياكش صرصار تخلي فيه، المهم ان منك. وبدات بنته هي اللي تشيل الطفله المولوده، وبنتها عايشه هاني. البنت كانت دايما تقول له انا تعبانه يا بابا، يقول لها امشي غوري، مش عاجبك روح عند ستك. جات البنت في يوم اتصلت بجدتها وهي بتعيط، يا تيتا بابا بيعاملني وحش هو ومراته، تعالي خديني يا تيتا، انا ما بقتش طايقه اعيش هنا يا تيتا، انا حاسه اني بموت. ستها صعب عليها تسمع حفيدتها تقول كده، قالت لها هجيلك انا وجدك. وبالفعل خدت جوزها وجريت جري على بيت ابنها. قالت له انا هاخد حفيدتي طالما انت ما بقتش فاضي لبنتك. قال لها انا بنتي هربيها. قالت له تربي ايه؟ بنتك شغاله خدامه ومرمطون للكونتيسه مراتك. مراته جت تتكلم، قالت لها ما تتكلميش، ربنا هيحاسبك على اللي بتعمليه. انا هاخد بنتنا لحمنا، بنت بنتي وبنت عمري وبنت اختي، هاخدها اربيها انا، وانت الله يصلح حالك يا ابني. خدت البنت واهتمت بيها، بقت البنت تحكي لها على اللي كانت بتعانيه مع ابوها ومرات ابوها. وابوها بعد ما كان بيروح كل اسبوع يشوفها مرة، بقى كل شهر، بقى كل عيد في المواسم يطل عليها، ما يسألش على مصاريفها. حتى لما يكون يروح يشوفها البنت تجري عليه يزقها، يقول لها امشي غوري من وشي، انا مش طايق ابص في شكلك. البنت تعيط وتدخل جدتها وجدها يطبطبوا عليها، وقالوا لها بعد كده ما تسأليش عنه، ده باباكي وانا مامتك. وكبرت البنت في احضان جدها وجدتها، والتاني ما سألش. حتى في العيد ما كانش بيديها عادية ولا يجيب لها طقم عيد، كأنها كائن مش موجود في حياته. عدت السنين وكبروا الولاد. البنت ربنا كرمها واتخرجت من تجارة انجليزي، وولاده بنته مراته معاها دبلوم وبنته معاها معهد سنتين، وبقى فرحان بيهم، رغم ان بنته اللي معاها بكالوريوس اجمل منهم، بس كان دايما حاسس ان التانيين بنت مراته وبنته اللي من مراته اجمل حاجة في الدنيا. ونسي العالم معاهم لحد ما دوام الحال من المحال. تعب كابد. مراته زهقت من التمريض ليه، قالت له انا قرفت وتعبت، انت طول ما انت قاعد عمال تطلب طلبات، انا صحتي مش حمل الكلام ده، وبناتي مش حمل الكلام ده انك انت تمرمطهم. روح شوف لك دار مسنين ولا مستشفى اترزع فيها، لكن احنا مش شايفين منك حاجة غير والوجع. جبتلنا الفقر معاك. بكى وعيط.
اتصل بأمه وأبوه، كبروا في السن بقوا عظمة كبيرة، وبنته هي اللي بتخدمهم من غير ما تكل ولا تقول اشتغلت وكانت بتقسم وقتها، بالليل تطبخ والصبحية تفطر جدها وجدتها وتديهم العلاج وتجيب الأكل والمية وكل حاجة جنبيهم على الترابيزة وتطبطب عليهم وتمشي وسايبالهم المشاية جنب منهم، وتروح شغلها جري، تخلص شغلها وتيجي جري عليهم تطمن عليهم، وعلى ما تغير هدومها وتتوضى وتصلي يكون الأكل بيتسخن على البوتاجاز. كانت قايمة بواجبها وبدورها، وكل ما يقولوا لها تقلنا عليكي تقول لهم ما تقولوش كده، أنا مهما عملت مش هوفي جزء من جمايلكم وأفضلكم عليا. اتصل بأمه وأبوه يعيط ويقول لهم ولادي ومراتي يزهقوا مني، مش طايقني لمجرد اني عييت، انتوا عاملين ايه؟ ردت امه قالت له انا تعبانه يا ابني. قال لها واكيد بنت اللي زهقانه منك. قالت له بالعكس، دي بنت حلال، بنت اصيله، دي انا حاسه انها بنتي انا مش بنتك انت، دي بتعمل معانا كذا وكذا، وبالشغل بتاعها اللي بتشتغله مهنياني انا وابوك، قبل ما تجيب ليها حاجة تشوف علاجنا وتشوف كسوتنا وتشوف أكلنا وشربنا، مهنيانا يا ابني، مأكلانا الشهد. شفت الفرق ما بين تربيتنا وما بين تربيتك؟ ما صدقش. قال لها انت أكيد بتضحكي عليا عشان تقهريني. اتصل بصاحبه وجه سنده ونزل، قال له بابا وماما وحشني، وهو مش وحشينه ولا حاجة، ده هو رايح يشمت فيهم ان بنته بتعاملهم وحش زي ما اولاده بيعاملوه. هو كان فاكر كده، راح لقى بنته تحت رجليهم، لبسهم نظيف وقاعدين على السرير معززين مكرمين، وفتح لهم الشاشة والفاكهة قدامهم، ويقولوا لها احنا عايزين تقول له لسه يا بابا ميعاد العلاج، لسه يا ماما ميعاد الدواء. حزن من الوضع اللي شافه. قال لها سامحيني يا بنتي، حقك عليا، انا ظلمتك كتير، جيت عليك كتير، سامحيني، يا ترى تستحمليني ان انا اجي اقعد معاكم هنا وتخدميني مع ابويا وامي؟ بصت لجدتها وجدها. رد ابوه قال له لا طبعا ما ينفعش، احنا كفايه عليها قوي، كفايه حملنا عليها، هي مش ناقصه حمل فوق حملها، هي شافت منك بر ولا حنيه علشان خاطر تطلب منها انها تشيل همك؟ لا يا ابني، الرحمه حلوه، اللي كلت خيرك هي وعيالها ياكلوا تعبك. دي بنتنا احنا، واحنا اللي ربيناها، وانت اخترت طريقك من الاول، احنا مش هنسيبها مرمطول ليك. ومراتك لما تلاقيها بتخدمك هتجيب ولادك وييجوا يقعدوا يبرطعوا، هي مش خدامه ليك ولا لمراتك وولادك. فبيبص لبنته وبيقول لها وانت رايك ايه؟ بصت له وقالت له رايي اللي قاله بابا واللي تقوله ماما انا تحت امرهم، ان وافقوا ان حضرتك تيجي من العندي والعندي، ان قالوا لا انا ما اقدرش ارفض ليهم طلب. بتكلمني وتقول لي يا ترى يا توحة انا غلطت اني قلت له كده؟ انا حسيت بلحظة انتصار في عينه وحزن ان انا احرجته قدام زميله، وضميري بيوجعني، قوليلي اعمل ايه؟ قوليلي اعمل ايه؟ بصي يا غالية، اولا انت ما غلطتيش،
جدك عنده حق. المشكلة مش في باباكي بس، المشكلة في مرات ابوكي واختك وبنتها، بنت مرات ابوكي. لما يعرفوا انك انتي مهنية ابوكي هيجوا يقعدوا، ولو جدك وجدتك رفضوا انهم يقعدوا عندهم، هتيجي تقول لابوك هات بنتك تقعد عندنا علشان تشتغلي خدامة ليهم. واوعي تنسي ان هي اكيد متضايقة، ان فضل من ربنا انت اجمل من بناتها، فضل من ربنا انك انت اتخرجت من جامعة وهم اللي معاها دبلوم واللي معاها معهد سنتين. هتحاول تكسرك باي شكل، فانت ما غلطتيش. انت فعلا ما شفتيش محنية من ابوكي علشان انت تبريه بالحنية. انت اتصلي عليه، استأذني جدك انك انت تروحي تطمني على والدك، تروحي تشوفي طلباته مثلا كل اسبوع مرة، كل كام يوم مرة لو وقتك يسمح، ده اللي تعمليه. لكن انك انت تجيبيه يقعد، انت بتفتحي على نفسك فتحة كبيرة. زي ما انا قلتلك مرات ابوكي واختك وبنتها، فاقفلي الباب ده. جدك وجدتك هم ادرى بالاحداث واكثر منك خبرة، فعارفين اللي هيحصل. ده رأيي، انتوا رأيكم ايه؟ في انتظار تعليقاتكم وآرائكم اللي بتسعدني، وانتظار حكاياتكم على 0122 916 2019. قبل ما اقول سلام وحياة ربنا ما تزعلوا مني، اترحموا على امي وابويا وحبيبه وكل امواتنا. واتمنى ان الحكايات اللي بحكيها لكم من حكاياتكم ومن مشاكلكم تنال اعجابكم، الطريقه اللي انا بسرد بيها تنال اعجابكم. واتمنى يا جماعه نشطوا معايا كده في التعليقات وفي اللايكات. بصراحه مستوى القناه هبط قوي، شجعوني الله يكرمكم. اشوفكم على خير.